أنا دعاء، عندي 35 سنة، ساكنة لوحدي بعد طلاقي. ويومها كنت جعانة جدا وقلبي كان عايز أكلة كبدة سخنة كده من عند عم سيد اللي بيبيع على أول الشارع. بصراحة سمعته دايما حلوة والناس بتتكلم عن طعمه اللي ما يتوصفش. رحت وأنا جوايا لهفة غريبة، مو بس على الأكل، كنت محتاجة أحس بحاجة تفرحني، حاجة تخليني أبتسم ولو لثواني. أول ما دخلت وشفت السندوتشات اللي يسويها قلت ياه، ريحة الكبدة كانت عاملة زي حضن دافي في وسط برد الوحدة. قلت له لو سمحت اعملي 2 كبدة. بس فجأة قلت لا لا لا، خليهم 6 كده، نفسي مفتوحة قوي النهاردة. قلت له طب أنا هاكل هنا، مش هاخدهم معايا الشقة. ضحك وقال لي نورتيه، تعالي اقعدي. قعدت وأنا أطالع حواليا. المطعم بسيط جدا بس فيه دفء كده تحسيه بيت مو محل أكل. أنا عايشة لوحدي، مطلقة، والوحدة صعبة يا جماعة، مو بس عشان ما في أحد، لأ، عشان تبغين كلمة حلوة، أحد يسأل عليكي، أحد يقولك تعيشي وتاكلي غيرها بعد أكلة سخنة. الحاجة اللي الناس تشوفها بسيطة كانت بالنسبة لي كل حاجة. كنت دايما أحاول ألهي نفسي، لكن ولا شيء كان يملالي الفراغ اللي جوايا. وأنا جالسة استنى الأكل حسيت براحة، ريحة الأكل، صوت الزيت وهو يزيز، ضحكة عم سيد، حاجة كده كانت تطبطب عليا. عم سيد شاب كبير شوية في أواخر التلاتينات، بس في حاجة جذابة في أسلوبه في الكلام، طريقته في الضيافة، والمهم طبعا أكله. جربت منه قبل كده مرة، بس اليوم كنت محتاجة أكتر من الأكل، كنت محتاجة أرتاح. المطعم هذا كان بالنسبة لي هروب صغير من الوحدة اللي أنا فيها. قلت له أنت بتفتح كل يوم بالليل؟ قال لي إيه، من بعد المغرب، هذا أحلى وقت الناس تحب تاكل فيه. قلت له طب كويس، لأني كتير أحس بالوحدة بالليل. طالع فيني وقال اللي يشرفنا ما يكون وحيد أبدا. ابتسمت وبديت أقول له كلام بسيط كأني أعرفه من زمان، وقلبي مرتاح له. طلبت منه يسوي لي أكتر من ساندويتشات، ورغم إن الطلب كبير ما تأفف ولا تأخر، بالعكس حسيت إنه فرحان بوجودي. وأنا جالسة بديت ألاحظ أشياء بسيطة في تصرفاته، اهتمامه، طريقته وهو يقدم الطبق، كأن كل شيء معمول مخصوص عشاني. بصراحة حسيت إني مو غريبة، وكأن اللحظة هادي مخلوقة عشاني أنا. سألته أنا ممكن آكل هنا دايما؟ رد عليا وهو يضحك هذا شرف فينا والله، تنوري بأي وقت. الدفء اللي في صوته، طريقته وهو يهزر، خلتني أنسى نفسي تماما. بدأ يجيب لي الممبار والكبدة والحواوشي، كل شيء سخن وطازة، وحقيقي طعمه خرافي. أكتر شيء عجبني كانت الطحينة، أنا عاشقة للطحينة، وهي كانت عاملة شغل عالي. كمان المخلل، كل حاجة عنده كانت زي لوحة مرسومة. وهو يقدم الأكل قال لي على فكرة نفسي مفتوحة على الشغل من ساعة ما دخلتي. ضحكت وقلت له والله وأنا كمان جعانة بزيادة. وبديت آكل، لكن وأنا آكل لقيت نفسي مو بس طالع في الطبق، كنت طالع فيه. طريقته، كلامه، طيبته، كلهم خلوني أفكر هو ليه ما يتشاف. سألته أنت متجوز؟ قال لي لأ، لسه بدور على النص التاني. استغربت وقلت له إزاي؟ شكلك طيب وأكلك حكاية ومطعمك يحبه الكل. قال لي ملاقي البنت اللي تريح قلبي. قلت له لا تحتار كتير، اسمع قلبك. ضحك وقال لي قلبك كبير، شكلك فاهمة. قلت له على فكرة ممكن تديني رقمك؟ استغرب شوية. قلت له عشان لو جيت في يوم متأخر أطمن إنك فاتح. بس الحقيقة كنت أبغى الرقم لسبب ثاني. رجعت البيت وأنا شايلة الأكل، بس مو هذا اللي كان في بالي، كان هو، كان كلامه وكان طريقته. حسيت إن في شيء بدأ جوايا، وكنت محتاجة أعرف هذا بيروح فين. بعد ما وصلت البيت اتصلت فيه، قلت له لو فاضي تعالى محتاجاك. قال لي خير؟ قلت له بس تعالى، اللي صار بعد كده استنوا الجزء التاني. لو وصلت معايا للآخر لازم تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك باقي الحكاية وباقي القصص اللي نقدم لك إياها بحب وبمشاعر حقيقية. قصصنا نعرض فيها مواقف صارت لناس زينا، ناس كانت محتاجة تسمع كلمة أو تاخد قرار أو حتى تعيش لحظة بسيطة وسط زحمة الأيام. قصتنا هادي للعبرة والتفكير، مو مجرد حكاية. وأشوفكم في الجزء الثاني، مع السلامة.